طبعا انا مش من النوع اللي بيتفرج على افلام عربي كتير، اي نعم بتفرج على افلام عربي قليل بس برضه ليا فيهم يعني. والفيلم اللي انا جاي اعمل له تحليل النهارده انا عارف ان هو نازل بقاله شهرين او 3 تقريبا، بس ده ما يمنعش ان انا لسه متفرج عليه ورايح اعمل له مراجعه يعني. انا لسه شايف الفيلم ده، وفي ناس لسه ما شافتش الفيلم ده، وفي ناس هتشوف الفيلم ده، وفي ناس اتفرجت على الفيلم ده طبيعي. فمش شرط علشان الفيلم نازل بقاله شهرين 3 يبقى اتحرق او ما ينفعش نعمل له مراجعه، عادي مفيش مشكله يعني. يلا بينا نشوف الفيلم. Came in 17. Damn. طبعا في البداية كده فيلم عروستي ده من اكتر الافلام اللي الاغاني بتاعتها اتشهرت اكتر من الفيلم. وطبعا الاغنية الغنية عن التعريف جدا اغنية مسلم اللي هي اتنسيت. الاغنية دي عدت ال 180 مليون فيو على اليوتيوب، اللي هو اصلا الفيلم ما جابش مليون فيو. وطبعا الاغنية دي كانت جامدة جدا جدا، وهي كانت السبب الرئيسي ان انا اتفرج على الفيلم ده. يعني حبيت اعرف القصة بتاعت الفيلم، وهل الاغنية مرتبطة بالقصة بتاعت الفيلم ولا ايه الاخبار، فحبيت اتفرج على الفيلم يعني. بس كنت متحمس ان انا اشوف حاجة تليق بمستوى الاغنية، لكن الصراحة اتصدمت. طبعا في البداية نحب نعرف ابطال الفيلم، وهو كان احمد حاتم وجميلة عوض، اللي كان دورهم في الفيلم بصراحة اكتر من رائع يعني، مستوى جميل بعيدا عن مستواهم الاتنين مع بعض. لكن احمد حاتم لوحده كان في حتة تانية، وجميلة عوض كانت في حتة تانية خالص. وطبعا النجم الكبير محمود البزاوي اللي دوره كان مقبول ومقبول جدا، وكان في كذا جملة بيقولها كده فكنت بضحك عليها، وكان دوره كويس يعني. دور محمود البزاوي كان طالع رغم ان هو قليل بس كان ممتاز. طبعا صابرين النجمة الكبيرة اللي الدور ما كانش في المستوى بتاعها قوي يعني. انا كنت شايف في الدور بتاع صابرين كمية استظراف، يعني استظراف بلا نهاية، ايه كمية استظراف رهيبة من صابرين. فكنت حاسس ان الدور ده لو كان اتقدم لواحدة غير صابرين كان يعني ممكن يبقى حلو شوية. طبعا الغني عن التعريف مروان يونس اللي مشهور بفيديوهاته اللي كلها ضحك على الفيسبوك وعلى اليوتيوب والمنصات كلها، وانا الحقيقة بتابعه يعني، بحب الفيديوهات بتاعته جدا. بس ليه حاسس ان الدور ما كانش مديله حق يعني؟ احنا عارفين مروان يونس بيضحك وبيهزر وفيديوهاته كلها لطيفة، ليه دوره في الفيلم ما كانش واخد حقه كافي يعني؟ انا حاسه ما كانش بيضحك في الفيلم يعني، حاسه كان عاقل يعني. لو مثلا ضحكنا 20% بس 80% كان عاقل. لكن بقى زينب غريب، ودي كانت المفاجأة. زينب غريب من بعد المسلسل بتاع 100 وش من سنتين وهي محسساني ان هي قلبت على الخليل كوميدي. خلاص عرفنا يا ست ان كان في سيناريو كتب لك، وكان السيناريو جميل جدا وانت كوميدية فيه. كفاية بقى كوميديا، كمية لطافة غير طبيعية. في ايه يا زينب؟ كفاية يا ماما قلشات، كفاية قلشات. عرفنا انت ست بلوجر جامدة جدا، عرفنا ايه الزعرورتين اللي عاملاهم في دماغها على طول ده؟ انا مش عارف بصراحة يعني. دور زينب غريب لا حول ولا قوة الا بالله. تقريبا يعتبر الحسنة الوحيدة اللي هتكلم فيها في الفيلم ده هي الاغنية بتاعته بتاعت مسلم اللي هي اتنسيت. ندخل بقى في الفيلم بتاعنا. الفيلم بتاعنا في البداية برعاية زد بارك وبرعاية فلاتر الانستجرام. كل المشاهد تحس ان هي متصورة في فلتر وكلها في مكان واحد يعني، كلها في زد بارك. انت متخيل يعني؟ خلاص عرفنا يعني. الفيلم كان ناقص شوية ايموجيز كده يطلعوا لنا في الشاشة اللي هو القلب والحاجات دي كده، ويبقى خلاص فل. شكرا. بنشوف في اول الفيلم ان احمد حاتم رايح يتقدم لعروسه جواز صالونات، وفي الجنب التاني اللي اتفاجئنا ان جميل عوض نفس الفكره وفي واحد بيتقدم لها صالونات. وبنشوف ان ده اترفض ونشوف ان ده اترفض. بيتقابلوا الاتنين في كافيه وبعد كده بيبدا بينهم تعارف، وبتستمر بقى الحياه بتاعتهم بقى الرومانسيه وشويه حاجات. فجميل عوض تسكت ما تسكتش، تقرر تعمل له شويه اختبارات وتحطه فعلا في الاختبارات دي وينجح فيها. يعني مثلا لو جينا المشهد الايفنتس اللي هو كان عامله عنده في الشركه، وهي راحت له هي وصاحبتها، فعملت فيه موقفين في الحفله دي. الموقف الاول ان هي جابت واحده صاحبتها بلوجر مشهوره وحاولت تختبره اللي هو تشوف يكون تمام ولا هيبقى لعبي ولا هيبقى دنيته ايه، لكن هو كان 100% وزي الفل ومثال للشرف. طبعا عدى من المشهد ده، تسكت ما تسكتش، تقوم جايبه له شويه مخدرات وحطهم له في الجنينه على اساس بقى ان هو هياخدهم ويشربهم بقى. يقوم هو ايه يطلع ان هو تمام ويعدي من الموقف ده تمام وزي الفل، والحفله بتعدي وبيقابلها بالليل وبيقعدوا بقى يتكلموا شويه تنحنحه والكلام ده. تعدي الايام وبيكونوا حلوين، وبعد كده بنشوف ان هي داخله عليه بمعزه، لان هي بقى بتحب المعيز بقى والجو ده، وهو يهتم بالمعزه فيهتم بيها، فهتمشي الدنيا يعني. اتخطبوا وعدوا المواقف، وهي اعترفت له ان هي كانت بتعمل فيه اختبارات لحد ما هو نجح فيها. تسكت ما تسكتش، تروح جايبه له مين؟ سيف زهران. سيف زهران ده برضو بيعمل فيديوهات على الانستجرام وبيعمل فيديوهات على الفيسبوك ومشهور جدا. احمد حاتم عمل لها اوضه عنده في الشركه بتاعته تشتغل منها، راحت جايبه له سيف زهران ده على اساس ان هو كاتب روائي كبير وعايزه بقى تختبر مدى الغيره بتاعته، وفعلا طلع بيغير. وبصراحه المشهد ده انا كنت حاسه ان هو مفقوس كده من الاول. وسط الاحداث بتاعه الفيلم دي كان في كميه
استظراف لا نهائيه من كل الممثلين، استظراف بطريقه غبيه جدا. يعني خلاص القلاشات بتاعتكم دي قديمه، القلاشات دي انقرضت والله. وكل كوم ولما يوم عيد ميلادها جاب لها الشراب زي فيلم مي بيفور يو، فاكرين انتوا شراب ايميليا كلارك الاصفر اللي هو عامل زي بتاع النحله ده؟ هو ده. بعد كده بقى بنشوف مشهد العربيه وهما بيغسلوا العربيه بتاعته هما الاثنين، وطبعا الجنينه كانت مبسوطه منهم جدا. يعني لو بنتكلم على الجانب الرومانسي في الفيلم ده فهو كان حلو شويه بين احمد حاتم وجميل عوض. يعني هو غريب احمد حاتم بصراحه، يعني مع اي بنت بيليق سبحانه، ايا كان الدور بقى، دور درامي، دور رومانسي، دور اي حاجه، هو بيليق في الدور سبحان الله. والله الدنيا كانت ماشيه جميله وزي الفل، والواد نجح في الاختبارات وهو مش عارف. تروح داليدا عامله ايه؟ تسكت؟ ما تسكتش، تروح مع الطلاف يوم عن الشركه بتاعته وتاخده معاها تمرين اليوجا، يقضي معاها ساعتين 3 في اليوجا، وبعد كده يرجع يلاقي ان في عرض كان جاي له من دبي اترفض بسبب تاخير الرد، فيزعل احمد حاتم وهي تعرف ان هو لا مهتم بيها جدا ومش فارقه معاه الشغل بتاعه اكتر منها. خلاص الواد فل، الواد زي الفل والدنيا جميله. داليدا تسكت؟ ما تسكتش، تخليه في يوم في الشركه بتاعته تروح جايه متصله عليه تقول له انا راح اعمل بلاغ في الاسم. يقول لها في ايه يا داليدا؟ تقول له الحراميه طلعوا عليا وسرقوا الشنطه بتاعتي. يروح لاحمد حاتم ويكلم السواق، وفعلا يروح عشان ياخد منه الشنطه، يلاقي بلطجيه نازلين من العربيه بتاعه السواق وياخدوا كل اللي في جيبه يقلبوا عربيته. وبالصدفه رايح عندها البيت هما الاثنين بعد ما كل حاجه اتسرقت، يتفاجئ وهو ماشي في الصاله بتاعه البيت كده في الفيلا ويشوف كل الاختبارات اللي هي عاملاه فيه، ويطلع مقلب السرقه كان هو معمول فيه، ومقلب الغيره بتاع سيف زهران برضه مقلب فيه، ويعرف بقى كل حاجه كانت عماله تختبره فيها بقى. طبعا هو بيتصدم وبيزعل منها، وبتعدي الايام والبنت بتبقى حزينه، لكن بيقرر يعاقبها بنفس العقاب لكن بطريقه لطيفه شويه، وفعلا بينجح في دوت وبيعاقبها، وبعد كده خلاص الموضوع بتاعهم بيعدي والدنيا تبقى جميله وبيتجوزوا بعض في اخر الفيلم. بس يعني انا شايف ان الفيلم ده كان لطيف وكان خفيف وكان بيعدي بسرعه. اول فيلم ساعه ونص ما حسيتش بيهم بصراحه، بس انا كنت حاسس ان ممكن يكون في احسن من كده، يعني ممكن يكون في رومانسيه اكتر من كده، يعني اداء الممثلين احسن من كده، يقللوا استظراف. يعني كان ممكن الكوميديا تكون طاغيه شويه بس بطريقه حلوه. يعني الكوميديا بتاعتهم كانت عامله زي مثلا الاطفال لما بيقولوا لبعض ايه، قول شاكوش، فالواد يقول شاكوش، يقول له شعرك منكوش، ها ها ها، ايه يا ابني، ايه يا جماعه، في ايه يا جماعه، مش لطاف والله، دي ما لطافه بس. فكانت سلبيات الفيلم ان هو فيه كميه استظراف رهيبه، وكنت شايف لو في ممثلين اختلفوا عن الدور بتاعهم كان الموضوع ماشي كويس. لكن لو هنقارن فيلم عروستي بفيلم قصه حب، لا قصه حب كان جميل، قصه حب كان فيه قصه حب كان عارفين رومانسي وحزين، كنا عايشين مع الموضوع متاثرين قوي. لكن فيلم عروستي انا مش شايف له قصه، هو واحده بتختبر حبيبها علشان تشوفه مناسب ولا مش مناسب، ونجح في الاختبارات وعدت شويه حاجات كده والفيلم خلص. بس يعني حسسني ان السيناريست اللي كاتب الفيلم ده اللي هو قال لهم احشوا كلام ويلا نطلع فيلم، وده اللي حصل فعلا. لكن لو هنقارن دور جميل عوض في التمثيل ودور هنا الزاهد في التمثيل، لا فالاثنين حلوين في التمثيل بصراحه، واللي محليهم اكتر هو احمد حاتم اللي دوره بيليق على اي بنت في اي تمثيل بصراحه. بس ليه احمد حاتم ما بيكترش من ادواره الدراميه؟ يعني زي مثلا فيلم الهرم الرابع، ليه بيكترش من النوعيه دي من الافلام؟ يعني هو اي نعم نجح هنا ونجح هنا، بس انا حاسس ان هو لو استمر في شغل الدراما اكتر هيبقى انجح اكتر. بس وده كان رايي عن الفيلم، ويعني تقييمي للفيلم ده ممكن يكون 6/10. حلو، لان بصراحه ما حبيتش النوعيه بتاعه القصه دي اللي هي خلصت بسرعه وما استفدتش منها حاجه. يعني فين الحكمه في واحده عملت اختبارات في حبيبها عشان تختبره هيبقى تمام ولا مش تمام، وهو ردها برضو بالاختبارات دي وفي الاخر جوزه. يعني ايه انا استفدت ايه يا بيه، انا استفدت ايه؟ بس وده كان رايي في الفيلم، والفيلم جميل اتفرجوا عليه عادي ما فيهوش اي مشاكل. بس الفيلم ده تتفرج عليه لو انت كابلز تتفرج على الفيلم ده، لان لو انت غير كده انت مش هتستمتع بالفيلم، هتشتم في الفيلم، مش هيعجبك الفيلم. بس واحب اوجه رساله لصابرين اقول لها ما تعمليش ادوار كوميديه تاني بالطريقه دي. احب اشكر محمود البزاوي، احب اقول لزينب غريب اقعدي في البيت بقى كفايه كده وبس. ما تنسوش بقى تعملوا اللايك والسبسكرايب وفعل الجرس وحياة ابوك انت وهو يا عم الحاج. خلونا بقى كده نتعرف بقى كده والقناه تكبر بقى شويه بقى عشان نبدا نحسن في الموضوع بقى ونحسن في الجوده ونظبط السيت اب بقى، بدل ما هم 3 صور كده وحاجات نخلي بقى الموضوع اكبر. يعني شغل الدعم كده يا عم الحلو انت وهو. يلا استنوا في الحلقات الجايه واشوفكم على خير، هتوحشوني يا افلام جايه.